السلام عليكم خوتي ومرحبا بكم في قناتي موروكو ستاديوم اللي كتغوص معاكم في أدق التفاصيل ملاعب ديال بلادنا. اليوم غادي ناخدكم لمدينة طنجة العالية ونوضحوا كل شيء في موضوع ولا صايب بزاف ديال البوز في السوشيال ميديا. واش فعلا غلاف ملعب طنجة الكبير فشل؟ واش الإضاءة ديالو كتبين الهيكل الحديدي؟ وشنو السبب التقني اللي خلى الناس يتفاجئوا من الشكل ديالو بالليل؟ خليكم معايا باش نشرحوا هاد القضية بطريقة واقعية مبنية على المعطيات الحقيقية ماشي غير انطباعات. باش نفهموا مزيان خاصنا نرجعوا لتصميم الواجهة ديال ملعب طنجة. المهندسين اللي خدموا على المشروع اختاروا قماش اصطناعي كيتسمى ماش فابريك، وهو قماش شبكي شفاف جزئيا. بهذا القماش تغلفت الواجهة الخارجية ديال الملعب ودارت عليه نظام إضاءة LED بالألوان باش يعطي منظر جميل بالليل. المشكل بدا كيبان ملي شعلوا الضوء من الداخل، حيث الإضاءة كتخلي الهيكل الحديدي يبان واضح بزاف من وراء القماش الشفاف، بحال إلا كان مضوي عليه سكانير. بزاف ديال الناس بداو كيقولوا فينا هو الغلاف، فينا هي الجمالية. الحقيقة أن القماش ماشي معتم 100%، وهاد الشفافية كتخلي الضوء يخرج من الداخل ويضوي على الحديد اللي من وراه، وما كاينش طبقة تانية كتخبي الحديد بحال بعض الملاعب العالمية. زيادة على هاد الشيء، الإضاءة في ملعب طنجة خدامة من الداخل نحو الخارج، يعني الضوء كيمر من وسط القماش الشفاف، وهذا كيزيد من وضوح الهيكل الحديدي. الناس قارنوه مع ملعب أليانس أريما في ميونخ اللي ما عندوش هاد المشكل، لأنه مستعمل ألواح بلاستيكية منفوخة بالهواء وتقنية متطورة كتوزع الضوء بشكل متجانس وكتخلي الهيكل ما يبانش. أما في طنجة فالمادة اللي استعملوها أخف وأرخص، وهذا الاختيار كان باش يخفوا من الكلفة الإجمالية والوزن على الهيكل ديال الملعب. هل هذا فشل تقني؟ لا، هذا نتيجة اختيارات تقنية واقتصادية تم الاتخاذ ديالها من الأول، ولكن النتيجة النهائية ما كانتش على قد توقعات الناس خصوصا بالليل. كاين حلول تقنية كتطلب ميزانية إضافية، بحال إضافة طبقة معتمة تحت القماش أو تغيير زاوية الإضاءة أو حتى تبديل القماش بنوع أقل شفافية. هذه الحلول مكلفة وما كانتش محسوبة في المشروع الأولي. المغرب رغم كل شيء كيدير مجهود كبير في تطوير البنية التحتية الرياضية، والملعب مازال فيه أشغال، ومستقبلا ممكن تكون تحسينات وتعديلات تدريجية. بالنسبة لمدينة الرباط الوضع مختلف، حيث الأشغال كتمشي بشكل منظم ومدروس. مثلا في ملعب مولاي عبد الله بداو في الصباغة والتركيب ديال الكراسة، وحتى تجهيز الأرضية والتصريف ديال المياه كاين اهتمام كبير لضمان جودة عالية. الخلاصة، مشروع ملعب طنجة فيه توازن بين الجمالية والكلفة والتقنية، والنتيجة الحالية ماشي فشل ولكن اختيار تقني ضمن ميزانية محددة. نتمنى تكونوا فهمتوا الصورة كاملة. خليونا نسمعوا آراءكم في التعليقات. واش متفقين مع هذا الرأي؟ واش كنتوا كتظنوا التصميم خصو يكون أفضل؟ ما تنساوش تشتركوا في القناة، ديروا لايك وشاركوا الفيديو مع الأصدقاء باش نوصلوا المعلومة صحيحة لكل محبي الرياضة والملاعب. شكرا لكم، كان معكم فريق موروكو ستاديوم من قلب الملاعب، وإلى لقاء قريب بحول الله مع فيديوهات جديدة وتحليلات مفصلة. السلام عليكم.